بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد شرعنا فيما ذكره المؤلف حفظه الله تعالى من أركان الإيمان. وكم أركان الإيمان؟ كم أركان الإيمان؟ كم عددها؟ 6. ومر معنا الإيمان بالله، والإيمان بالملائكة. الإيمان بالله والإيمان بالملائكة. وقلنا الإيمان بالله يتضمن 4 أمور. ما هي؟ الإيمان الإيمان بوجود الله وبربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ذكر هنا حفظه الله يعني بألفاظ مختلفة. ذكر الإيمان بوجود الله وبقيوميته سبحانه، هي قيوميته من الإيمان بربوبيته، والإيمان بوحدانيته لأنه واحد في العبادة، وأيضا أنه ليس له مثيل. قلنا ذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه للأصول الثلاثة أن الإيمان بالله يتضمن هذه 4 الأمور، وهو ذكرها هنا لكن طريقة أخرى. قال: الركن الثالث الإيمان بالكتب، أي الكتب التي أنزلها الله عز وجل على أنبيائه ورسله. قال: ويتحقق الإيمان بالكتب بالإيمان بأمور منها، أي لا يكون العبد مؤمن بالكتب إلا إذا عمل وآمن بهذه الأمور، صدق بهذه الأمور واعتقد هذه الأمور. أولا، أنها كلام الله غير مخلوق، بلغها الروح الأمين لرسل الله بأمر الله. أنها أي الكتب المنزلة على الرسل أنها كلام الله غير مخلوق، كلام الله غير مخلوق، وهذه الكتب غير مخلوقة، أي الذي فيها كلام الله هو غير مخلوق. بلغها الروح الأمين. من هو الروح الأمين؟ جبريل، هو الواسطة بين الله وبين الأنبياء والرسل. الروح الأمين هو جبريل، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. الروح الأمين هو جبريل عليه السلام. أنزلها بأمر الله على رسل الله بأمر الله. ثانيا، أنها أنزلت لهداية الناس الذين عايشوا نزولها. أنها أنزلت لهداية الناس الذين عايشوا نزولها، وفيها عرفهم الله بنفسه وسبيل رضاه وحذرهم من موارد غضبه. أي هذه الكتب أنزلها الله عز وجل هداية للناس، أنزلها الله عز وجل هداية للناس. فكل أمة بعث الله إليها رسول وأنزل معه كتاب،
وفي هذا أي في هذه الكتب يعرف الله عز وجل نفسه إلى الخلق، يعرف الله عز وجل نفسه إلى الخلق ويبين لهم الطريق الموصل إلى رضوانه، ويحذرهم الطرق الموصلة إلى غضبه، الطرق الموصلة إلى غضبه. قال ثالثا الإيمان بما أخبرنا الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أسمائها، أي بما أخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من أسمائها كالتوراة والإنجيل والزبر وصحف إبراهيم وموسى، أي الإيمان بأسماء الكتب التي سماها الله عز وجل لنا في كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى. نؤمن هذه بأعيانها، بأن الله أنزل التوراة ستأتي معنا على منزل، وأنزل الإنجيل، أن هناك كتاب اسمه الإنجيل، وهناك كتاب اسمه التوراة، وهناك كتاب اسمه الزبور، وهناك صحف إبراهيم وموسى. ونؤمن أيضا بجميع الكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسوله ولم نعلم بأسمائها، ولم نعلم بأسمائها. قال رابعا الإيمان بأن الله اختص ببعض كتبه بعض أنبيائه، فأنزل التوراة على موسى، والإنجيل على عيسى، والزبور على داود عليهم السلام، والقرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال خامسا الإيمان بأن كل كتب الله السابقة للقرآن الكريم منسوخة بالقرآن الكريم، فقد قدر الله أن يكون القرآن الكريم مهيمنا عليها لما طرأ عليها من التحريف والتغيير والتبديل من قبل الناس. نعم، فجميع الكتب المتقدمة منسوخة بالقرآن، وما جاء في القرآن من تقرير ما جاء في بعض الكتب السابقة فهذا ليس لأنه موجود في الكتب السابقة، إنما لأن القرآن جاء به، لأن القرآن جاء به. نعمل بما جاء في القرآن، والذي في القرآن بعض الأحكام ذكرت في التوراة مثلا أو ذكرت في الإنجيل، إذن ليس لأنه ذكر في الإنجيل أو لأنه ذكر في التوراة كما يحتج بعض النصارى واليهود يقولون هذا موجود عندنا، كي تقولوا القرآن قد يحتج يقولون كي تقولوا أن القرآن ناسخ وهذا موجود في التوراة وهذا موجود في الإنجيل. يقال لهم وهذا موجود في التوراة والإنجيل لكن جاء القرآن فأثبته، نحن لم نعمل لأنه جاء في التوراة أو في الإنجيل، إنما نعمل لأنه جاء في القرآن، أنه جاء في القرآن. يقول الله عز وجل وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، أي ناسخ وحاكم على جميع الكتب السماوية التي قبله. ولماذا؟ لأن الكتب المتقدمة حرفت وغيرت وبدلت، وما السبب سيأتي معنا. قال سادسا الإيمان بأن كل الكتب السابقة قد أوكل الله حفظها إلى الرهبان والقساوسة والأحبار، أي العلماء والعباد. وأما القرآن الكريم فقد تكفل الله بحفظه فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم
إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. دلت هذه الآية على أن الكتب السابقة أوكل الله عز وجل حفظها إلى الناس بما استحفظوا، أي أن الله عز وجل أوكل حفظها إليهم، لم يقول بما حفظها الله وإنما بما استحفظوا أي هؤلاء. فهذه الآية يستدل بها العلماء على أن الله عز وجل أوكل حفظ الكتب المتقدمة إلى الناس، إلى القساوسة والرهبان والأحبار أي العلماء والعباد من كل أمة، من كل أمة. فلذلك طرأ أي حصل فيها التحريف والتبديل والتغيير. أما القرآن فقد تكفل الله عز وجل بحفظه، فلا يستطيع أحد أن يزيد فيه شيء أو أن ينقص منه شيء أو أن يغير يحرف ويبدل، لا يستطيع. جاء عن رجل في زمن السلف أنه جاء إلى عالم من علماء المسلمين، وأظن أنه نصراني، كان نصراني فأسلم، وكان سبب إسلامه أنه قال كتب التوراة بيده، فزاد وأنقص وبدل وغير. قال فبعتها، فاشتراها النصارى ولم يردوها ولم يقولوا فيها شيء، فيها تحريف وتبديل. قال وكتبت الإنجيل وأيضا فزاد وأنقص فيها. قال فاشتروها اشتروها اليهود، ولم بمعنى كلامه لم يقول أحد أنك غيرت أو بدلت، لأنها محرفة. قال وكتبت القرآن فزدت فيه وأنقصت. قال فأردت أن أبيعه فما قبل أحد مني، وردوا علي وأنه هذا ليس القرآن الذي نعلمه والذي أنزله الله عز وجل. فعند ذلك أيقن بأنه لا يمكن أن يحرف القرآن وأن يبدل. وهناك محاولات، من يريد أن يحرف؟ هناك محاولات من الكفار من يهود ونصارى وملاحدة وغيرهم، يريدون أن يبدلوا القرآن فيزيدوا فيه وينقصوا، لكن كل محاولة تفشل. ومن المحاولات في هذه الأيام بما يسمى الذكاء الاصطناعي، هذا الذي الآن هو في برنامج الواتساب، عرفتموه؟ دائرة زرقاء، هذا أيضا فيه تحريف للقرآن، تسأله عن القرآن فيأتي لك بآيات بصور فيها زيادة وفيها نقص. وهذا محاولة من اليهود ومكر من اليهود والنصارى أن يبدلوا القرآن، ولكن هيهات أنى لهم ذلك. والله عز وجل يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قد تكفل الله عز وجل بحفظه، ولم يكل حفظه إلى المخلوقين كما أوكل الكتب السابقة حفظها إلى المخلوقين فحصل التغيير والتبديل. لكن القرآن لا يمكن أن يغير وأن يبدل. قال سابعا الإيمان بأن هنالك كتب لله أنزلها على أنبياء له لم نعلمها
كما لم نعلم قصص أولئك الأنبياء والرسل. قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. قال: الركن الرابع الإيمان بالرسل. قال: ويتحقق الإيمان بالرسل بتحقيق الإيمان بأمور منها: أولا بأنهم عباد لله من بني البشر، أي من البشر، ذكور، ليس في الأنبياء أو الرسل امرأة، ليس في الأنبياء أو الرسل امرأة. ولقد أرسلنا من قبلك وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. دلت هذه الآية على أنه ليس في الأنبياء والرسل امرأة، ليس في الأنبياء والرسل امرأة. أما مريم فهي ملهمة كما ألهمت موسى عليه الصلاة والسلام. قال: بأنهم عباد لله من بني البشر ذكور صادقون حكماء معصومون، وأنهم خير البشر على الإطلاق، وأنهم متفاوتون في منازلهم عند الله. أي الإيمان بأن الرسل عباد لله من بني آدم، ليس لهم حق في الألوهية، إنما هم بشر عباد لا يعبدون ورسل لا يكذبون، كما يقال في جميع الأنبياء. أيضا يقال في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. له المنزلة وله المكانة، له التعظيم وله التوقير وله التبجيل. تعزروه وتوقروه، تعزروه وتوقروه، لكن تعظيم وتوقير وتبجيل بحق البشرية. لا نزد هذا التعظيم والتبجيل إلى أن نتجاوز حدود البشرية فنجعله مع الله، أو نصرف له شيء من خصائص الله، فهذا شرك. جاء أناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أنت خيرنا وابن خيرنا. قال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقد وصفه الله عز وجل في أعلى المقامات بأنه عبد. سبحان الذي أسرى بعبده. الإسراء والمعراج أعظم، وأنزل الفرقان على عبده، أعظم إنزال القرآن وصفه الله أنه ينزل على عبده. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبينا له الحق علينا بأن نحترمه، أن نعظمه، أن نوقره، أن نجله. وذلك كيف يكون التعظيم؟ هل بمجرد الكلام؟ لا، بالاتباع، تعظيم سنته، تعظيم سنته واتباع هديه صلى الله عليه وسلم، واتباع هديه صلى الله عليه وسلم. ومن هديه أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. ومن هديه أنه قال في آخر حياته: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. كيف تزعم أنك تعظم النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تخالف قوله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وأنت تدعو النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وأنت تصرف له شيء من أنواع العبادات. أنت
تزعم أنك تعظم النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تشد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز. قد يقول قائل: كيف ونحن نذهب إلى المدينة ونزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، ذهابك إلى المدينة، ذهاب العبد إلى المدينة لزيارة من؟ لزيارة المسجد النبوي. أنت تذهب إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي، جائز لك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد ومنها المسجد النبوي. أنت تذهب إلى المدينة ليس لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي لك أن تجعل في نفسك أن ذهابك هنا لزيارة قبر النبي، لا، بل لزيارة المسجد النبوي. ومن ضمن الزيارة أنك تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وليس واجب. بعضهم إذا لم يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عمرتي باطلة أو زيارتي باطلة. لا. ويعني يذكر من النوادر، وأظن الشيخ أحمد بن شملان ذكرها، أن رجل من اليمن من يعني محافظة ذمار ذهب، يعني باع، يعني معه جمع له مال وذهب للحج، فلم يعني يزر قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع وقص على عمي، قصته يعني وقال لهم: ما زرت قبر النبي. قالوا له: حجك باطل. كيف يا جماعة؟ قالوا: حجك باطل، ما زرت النبي. كيف أنت ما زرت النبي؟ حجك ناقص. فعزم في السنة الثانية أن يحج، فباع بقرة معروف البقرة، وباع حمار، عنده بقرة وحمار، باع وذهب وجاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ايش؟ الله المستعان، الحج علي، باع البقرة والحمار. لا تقول ايش بعدين ما زرت قبر. المهم بهذه اللهجة أنه يقول: يا رسول الله، بعت البقرة والحمار يعني لأجل أني أحج وأزورك. فلا يقول بعدين الناس أن حجي باطل. عندما رجع قالوا له: الآن حجك تام. هذا خطأ. بل يعني من لم يذهب إلى المدينة، حتى لم يذهب إلى المدينة أصلا، عمرته صحيحة مقبولة تامة، وحجه تام إن لم يفرط، يعني يعمل منقصات في الحج وفي العمرة. أما زيارة يعني المدينة فهذا شيء منعزل مفصول، زرت أو لم تزر ما له دخل، ما له ارتباط بمسألة العمرة أو الحج، ما له ارتباط بمسألة العمرة أو الحج. فهمتم؟ العمرة في مكة والحج في مكة، وزيارة المدينة لزيارة المسجد النبوي، زيارة المسجد النبوي، يعني تذهب تنظر يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وتتأمل من أين كانت بداية الدعوة من هذا المسجد النبوي، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أول غزواته كان في المدينة، وتوسع الإسلام، كانت فقط الإسلام في المدينة. هذا تتأمل هذا. فهمتم؟ إذن فزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم هي تابعة للمسجد النبوي، ومن لم يزر فلا شيء في ذلك. زيارة قبره مثل زيارة أي قبور من قبور المسلمين، أي قبور من قبور المسلمين، لكن تخصه بالسلام المعروف. إذن فالأنبياء والرسل عباد لا يعبدون، ورسل لا يكذبون. قال ثانيا:
الإيمان بأنهم أدوا أماناتهم وبلغوا رسالات ربهم على أكمل وجه، ولا عبرة بالاستجابة، فمنهم من يستجيب له القلة، ومنهم من لا يستجيب لدعوته أحد، ومنهم من يستجيب له الكثرة، وأكثر من يستجيب له هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الإيمان بأن الرسل أدوا بلغوا البلاغ المبين الذي أمرهم الله عز وجل به، ولم ينقص أحد منهم شيء مما أمر به، ولم يكتم شيء، بل بلغوا. لا عبرة بمن الاستجابة، بعضهم استجيب لهم وبعضهم لم يستجب لهم، إذن نشك بأنهم لم يبلغوا. لا يجوز، بل بلغوا البلاغ المبين. ولكن منهم من استجاب له كثير، ومنهم من استجاب له قليل، ومنهم من لم يستجب له أحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي النبي ومعه الرجل رجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. يأتي النبي وليس معه أحد. قال ثالثا: الإيمان بأسماء من سمى الله منهم في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى صلى الله عليه وسلم، وغيرهم ممن سمى الله عز وجل في كتابه. نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.